بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمتي لا تسألي من نكون، نحن أسود الشرى وبعزمنا سائرون. يا أمتي لا تسألي من نكون، أسود الشرى. قلنا بأن الحسن بن راشد من الشخصيات أو من الأسماء المشتركة، وهذه الظاهرة من الظواهر الواسعة الانتشار في رواياتنا، ومن هنا فإنه واحدة من أهم فروع علم الحديث هو معرفة المشتركات وتمييز المشتركات، وإلا إذا لم يكن الفقيه خبيرا بهذا الباب سوف يقع في أوهام وغلطات واشتباهات كثيرة من حيث لا يشعر، من قبيل أبو بصير، من قبيل محمد بن إسماعيل، من قبيل الحسن بن راشد، عشرات أعزائي، حتى كتبت هناك الكتب التحقيقية والمفصلة في هذا الباب. كما عهد الإخوة أن هذا الدرس أحاول أن يكون بمنزلة دائرة معارف، لا يكون فقط فقه بالمعنى التقليدي، وهذا ما أشرت إليه في أول هذه الأبحاث، من أننا نحاول بأنه المسائل التي تأتي بقدر ما يمكن أن لا نرجعها ونقول أنه كما ثبت في محله، كما ذكر في محله، كما حقق في محله، باعتبار أن هذه الدروس مما يؤسف له ليست متداولة في حوزاتنا العلمية. لا فقط علم التفسير مفقود، علم العقائد مفقود، علم الرجال أيضا مفقود في حوزاتنا العلمية، مع أنه من أهم المباني ومن أهم المعدات والشروط لعملية الاستنباط هو علم الرجال، إلا على مباني بعض أعلامنا، بعض فقهائنا الذين قالوا كل ما في الكتب صحيحة، وهذه دعوة واقعا دعوة العاجز والبائس، هذه الدعوة